السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضروا باستيشيو، ولكن ماشي أنا أتحضرها، أسماء بنت خالتي اللي كتجي رائعة بزاف بزاف. تبعوا الفيديو للآخر. هيا أسماء كدير لكم كوكو. نبداو على بركة الله بطريقة ديال التحضير مع التذكير بالمقادير. عندي هنا الكفتة وكذلك القطع ديال اللادند مقطعين، ودرناهم في المقله هكا. طيبنا الكفته وطيبنا اللدد وخلطناهم مع بعضياتهم. عندنا كذلك هنا بطاطا كنقليوها. كيفاش كتعرفوا البطاطا مقليه من المكونات الاساسيه ديال الباستيشيو. عندنا هنايا اللدند فومي مقطع شرائح بهذا الشكل هذا، وعندنا لي نوغيت هما قطعناهم. خلطنا كل شيء مع الكفته ولدند. عندي كذلك هنايا 200 غرام ديال الكريمه مخلطه تقريبا مع نص لتر ديال الحليب، حيت حنا عندنا كميه اللي هي كثيره. غادي نستعملوا الموتزاريلا وكذلك هاد الصلصه ديال الجبن اللي كتجي رائعه بزاف بزاف. غادي نحضروا البيشاميل. غادي نديرو في واحد الكاسرول الزبده، قطع ديال الزبده حتى كيذوبوا. كنضيفوا عليهم النشا بهذا الشكل هذا. هذه هي الطريقه ديال اسماء في تحضير البيشاميل. صافي كتبقى تحرك فيها هكا حتى كتولي بهذا الشكل. عاد كتضيف الحليب يكون بارد صافي، وكتبدا تحرك في نفس الوقت مع التحريك المستمر باش متعجنش لينا هذيك النشا مع الزبده حتى كتحل كامله ويعقد الخليط. صافي نبقاو مره مره نحركوها. ضفت شويه الملح والابزار. هاتي هاد الباستيشيو كتجي زوينه بزاف بزاف. عمرني صورتها معاكم، ومنين بغات تحضرها معنا اسماء قلت علاش لا ما نصورهاش معاكم. والمكون الرئيسي والاساسي، ماشي رئيسي عفوا، ولكن اللي كيعطي اللذه هو اساسي بزاف، هو هاد الكوزه هادي. كتخلي واحد لوغو خطير بزاف 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 في البشاميل، وكتطلق حتى في البنه ديالها حتى في هاد الباستيشيو اللي غنصايبوها. غادي نديروها في قصريه صغيره. عاد المول اللي كندخلوه الفران، حنا درنا كميه تبارك الله راه كثيره عائليه. سبقنا البيشاميل هي الاولى، ومن فوق منها كاينه البطاطا اللي فريت. ما نخليوهاش حتى تحمر بزاف وتولي مقرمله، كتبقى هكا كاينه رطبه. وضفنا الداند فومي مع الكفته ولي نوغيت وهذا واللادند مقطع. كيجي زوين بزاف بزاف بهذه الطريقه هذه ميكس. نتوما تقدروا ديروا غير الكفته بوحدها ولا داند مقطع بوحدو ولا لي نوغيت بوحدهم، على حساب نتوما واش بغيتو. المهم درنا طبقات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. عاد من الفوق غادي دير عاوتاني هاد البيشاميل هادي او هاد الكريمه اللي خلطنا معاها الكريم والحليب اللي صيبنا من قبل، وكذلك الصلصه ديال الفرomاج غادي نضيفوها من فوق من البيشاميل. الا كانت متوفره عندكم راه كتجي لذيذه بزاف. ما كانتش متوفره ممكن انكم تستغنوا عليها وديروا غير الموتزاريلا او الفرomاج محكوك بهذا الشكل هذا من الفوق. المهم حنا درنا الصلصه ديال الجبن ومن فوق منها الموتزاريلا. صافي كتدخل الفران غير كتقبط راسها شويه وكيذوب، كتذوب هذيك الموتزاريلا وكتحمر الوجه ديالها. صافي ونخرجوها من الفرن. هذه عندنا هاد لاطه هذه اللي كندخلوها للفرن ديال لي غاطا، حتى هي غادي نديرو فيها الكوزاميه. البيشاميل دائما في الاسفل، الفريت عاد باش هاد الكفته ولي داند فيمي وداك الشيء. الصلصه ديال الجبن. عاد كنكملوا الطبقات الثانيه. كنديروا البيشاميل باش ما تجيناش ناشفه، ضروري ما بين كل طبقه وطبقه كنديروا لي صوص.
نعاودو نديرو بطاطا فريت، كتوزعوها على الجوانب كامل باش ما يجيكمش شي خاوي وشي عامر. صافي لهدا نتفيمي كذلك والكفتة كتجي عامرة وكتجي لذيذة بالطريقة هذه. كنديرو كذلك البشاميل اللي درناها بالكريمه. ممكن انكم ديروا غير البشاميل بوحدها، ماشي ضروري تضيفوا ليها كريمه ديال الطبخ، غير هي الكريمه كتخلي واحد المذاق زوين بزاف. داكشي علاش قلت لكم هاد الطريقه هذه كتجي لذيذه بزاف بزاف، حيت فيها بزاف ديال الاضافات. وغادي نعاودوا واحد طبقه اخرى فوق البشاميل ديال غنضيفوا الصلصه ديال الجبن. صافي نسدوها من الفوق، يعني اخر طبقه كتبقى هي ديال الموتزاريلا. كنكونوا مسخنين الفران من قبل باش دغيا تشد في راسها. صافي حنا صايبنا حنا 3، صورت معكم غير 2 حيت هذه صغيره. صافي ندخلهم للفران كيف قلت لكم مسخن من قبل، غير تحمر الطبقه الفوقانيه صافي ونطلعوهم. شوفوا كي كتجي الطبقات كتجي عامره، ودوك الطبقات كيجيو زوينين. اما الشكل الاخير اللي ولا دابا هو القصريه. ها هي اسماء، كنقولوا لها شكرا بزاف بزاف على هذا الطبق اللذيذ بزاف. كنتمنى انه يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.